هل فكرت قبل كده ايه اللي بيحصل لما تكتب رابط في المتصفح وتدوس انتر؟ ازاي الموقع بيفتح؟ ازاي السيرفر بيرد؟ ازاي الداتا بتتنقل؟ في الفيديو ده هنعرف كل حاجة بالتفصيل وبأمثلة حقيقية هنشوفها مع بعض. أنا عبد الله نقيب ويلا نبدأ. السيرفر ببساطة هو كمبيوتر، لكن مش زي اللي معاك. بيكون شغال طول الوقت، جاهز يستقبل طلبات من أجهزة تانية. ممكن يكون السيرفر ده جهاز حقيقي أو سيرفر سحابي. السيرفر عليه برامج بتتعامل مع الطلبات اللي بتجيله، زي أباتشي، أنجينكس، أو برامج مبنية بلغات زي بايثون، نود جي اس، PHP. لو عندك ويب سايت معمول بنود جي اس فالسيرفر هيشغل كود نود جي اس اللي بيستقبل الطلبات من الزوار وبيبعت لهم ردود. لما تفتح متصفح وتدخل على example.com المتصفح بيبعت حاجة اسمها HTTP request. الريكوست فيه معلومات زي نوع الطلب، get، post، put، delete، عنوان الصفحة المطلوبة، path، بيانات إضافية، headers، أحياناً بيانات من المستخدم. السيرفر بيكون شغال على بورت معين زي 80 أو 3000. لما الطلب يوصل السيرفر بيبدأ يفكر، أنت طالب أي صفحة؟ هل الصفحة دي موجودة؟ هل في كود لازم يتنفذ زي قراءة من قاعدة البيانات؟ بعد كده بيجهز الريسبونس. الريسبونس هو الرد اللي السيرفر بيبعته للمتصفح. بيكون فيه ستاتس كود زي 200 و404 و500، هيدرز، بودي، HTML، جيسون، صورة، ملف. المستخدم بيكتب رابط في المتصفح بيترجم الدومين إلى IP عن طريق DNS. بيتم الاتصال بالسيرفر TCP. المتصفح يبعت HTTP request. السيرفر بيستقبل الطلب، يحلله، ينفذ الكود المطلوب، يرد ب HTTP response. المتصفح يعرض المحتوى. أنواع السيرفرات باختصار: static server بيقدم ملفات HTML وصور فقط. dynamic server بيشغل الكود حسب الطلب زي اكسبريس أو جانجو. API server بيرد ببيانات فقط جيسون. database server بيخزن ويجيب البيانات زي MySQL أو MongoDB. proxy load balancer بيقسم الترافيك بين سيرفرات متعددة. هل لازم اشتري سيرفر خاص علشان اعمل ويب سايت؟ لا، تقدر تستخدم استضافة أو VPS. هل السيرفر يشتغل بس ببايثون أو نود جي اس؟ لا، تقدر تستخدم أي لغة بتدعم الشبكات. إيه الفرق بين لوكال هوست والآي بي؟ اللوكال هوست يعني جهازك الحالي 116.0.0.1. آي بي بيشير لأي سيرفر تاني. كده احنا فهمنا الرحلة الكاملة اللي بتحصل في جزء من التانية لما تفتح أي موقع، من أول ما تكتب الرابط لحد ما السيرفر يرد بالصفحة. لو شايف إن الشرح ده وضح لك الصورة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان نكمل مع بعض باقي السلسلة. أنا عبد الله نقيب، أشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله.